غادر مدريد وأنشيلوتي يطلب من فلورنتينو عودته الآن، هو المدافع المثالي. السيتي يستعد للانقضاض على هدف ريال مدريد الإيطالي. مدرب ريال مدريد: لم أطلب صفقات في الشتاء وهذا موقفي من تدريب إنجلترا. أول تعليق من داني كارفاخال بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي. إلى التفاصيل. يتعرض ريال مدريد للكثير من الإصابات هذا الموسم، خصوصا على مستوى خط الدفاع في ظل غياب ألابا وعدم تحديد موعد لعودته، وإصابة داني كارفاخال والتي أنهت موسمه مع الفريق، بالإضافة إلى تكرار إصابات ميليتاو، وهو ما يعرض الفريق لخطر كبير هذا الموسم في ظل أن ريال مدريد ينافس تقريبا على 7 بطولات لأول مرة في تاريخ النادي. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة ديفينسا سونترال الإسبانية، يواجه المدرب الإيطالي قلقا بشأن وضع الدفاع، حيث يفكر كثيرا من ناتشو والذي كان يرغب في تجديد عقده، ولكنه رحل في النهاية. لو بقي لكان من المحتمل أن يكون أحد اللاعبين الذين سيلعبون معظم الدقائق هذا الموسم، حتى أن أنشيلوتي سأل فلورنتينو عما إذا كانت هناك أي خيارات لإعادة ناتشو أو أي شروط قد تسهل عودته في النصف الثاني من الموسم. كما هو الحال مع كروس، فإن مغادرة ناتشو تشكل ضربة مؤلمة للنادي يصعب تجاوزها. ليس لدى ناتشو أي شرط يسمح له بقطع عقده دون عقوبة، وهو الآن لن يفكر في العودة إلى دياره بعد رحيله المؤلم. يدرس ريال مدريد خيارات أخرى في السوق، حيث توجد العديد من الخيارات المثيرة للاهتمام، لكن لو كان بإمكانه العودة إلى الوراء لكانوا قد أصروا أكثر على بقاء ناتشو نظرا لقدراته في اللعب كقلب دفاع وظهير. لا جدوى من الشكوى الآن، ويجب قبول الواقع والتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة، حيث أن النادي ملزم بالتحرك في السوق والعثور على لاعب يمكنه دعم الفريق حتى نهاية الموسم. الأمر المثالي للنادي هو التعاقد مع مدافع مركزي لمدة عدة مواسم لتجنب العودة إلى السوق في عام 2025 بحثا عن مدافع جديد. ومع ذلك فإن أسواق الشتاء ليست سهلة، وأقل بكثير إبرام صفقة من هذا النوع، لذا سيتعين علينا الانتظار لرؤية القرارات التي سيتخذها النادي. في الوقت الحالي يعملون على مستوى الكشافة، ولا يوجد لديهم هدف أولوي في هذا المركز حتى الآن. وفقا لتقرير إيطالي نشرته صحيفة توتو سبورت، أوصى المدير الفني لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي إدارة النادي الملكي بمتابعة تطور لاعب وسط تورينو الشاب سامويل ريتشي البالغ من العمر 23 عاما. ووفقا للمصادر فإن ريال مدريد بدأ بمراقبة ريتشي منذ عام 2021 عندما كان يلعب مع إمبولي، وازدادت المتابعة في الفترة الأخيرة بعد تألق اللاعب مع منتخب إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية. ريال مدريد يخطط لتقديم عرض رسمي في صيف 2025 للتعاقد مع ريتشي، خاصة بعد إعجاب الكشافين بأدائه المستمر في تورينو، حيث برز كلاعب وسط متكامل يجيد التحكم في الكرة والتمريرات الدقيقة، كما يظهر قدرات تكتيكية عالية في قطع الكرات وبناء اللعب من الخلف. لكن هناك منافسة قوية تلوح في الأفق، حيث أبدى نادي مانشستر سيتي اهتمامه أيضا بخطف اللاعب، وتعتقد أن مانشستر سيتي قد يحاول التقدم بصفقة مبكرة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تجنب أي منافسة من ريال مدريد. الريال يسعى في الوقت نفسه لتقوية خط وسطه في المستقبل، ورغم وجود أسماء كبيرة مثل توني كروس ولوكا مودريتش، فإن الإدارة الملكية ترغب في ضم وجوه شابة تضمن استمرارية التفوق في السنوات القادمة. ويعتبر ريتشي أحد الأسماء التي تتناسب مع هذه الرؤية بفضل إمكانياته المميزة. ويأتي هذا الاهتمام من ريال مدريد وسط محاولات أخرى لتعزيز صفوف الفريق، خاصة مع الإصابات التي عصفت ببعض اللاعبين الأساسيين، والتي دفعت أنشيلوتي للبحث عن بدائل قوية تدعم الفريق في الموسم القادم. كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عن موقفه من إبرام صفقات جديدة للفريق في الانتقالات شتاء 2025. وتحدث كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء قائلا: تعزيزة في الشتاء؟ لم أطلب تعزيزة من النادي، لأننا في العام الماضي تعاملنا بالفعل مع الإصابات التي تعرض لنا بشكل جيد، وسيحدث نفس الشيء هذا الموسم. وتابع: مبابي بعد التوقف سيكون لاعب مختلف عن مبابي قبل التوقف الدولي. واستكمل: أول مباراة دون كارفاخال، نحن آسفون جدا لداني،
فهو قطعة مهمة جدا. في الأشهر القليلة المقبلة فقدناه كلاعب، ولكن ليس كقائد في غرفة خلع الملابس، لأنه سيكون هنا وسيعمل معنا. سوف نستفيد من قوته وعقليته. لقد عملنا بشكل جيد خلال هذه الاستراحة. انتهز العديد من اللاعبين الفرصة لتحسين حالتهم البدنية. لقد عاد اللاعبون الدوليون في أعلى مستوياتهم. لدينا مشاعر طيبة بشأن مباراة اليوم ضد فريق جيد. أرى أن اللاعبين أكثر تحفيزا. وواصل المدورة: اللاعبون الذين وصلوا متأخرون تدربوا اليوم وسنقوم بتقييمهم. الآخرون بخير. وأضاف: مدى جاهزية مبابي ما يقرب 100%. إنه يؤدي بشكل جيد. إنه لمن دواعي سروري مشاهدته وهو يتدرب. وأردف: من يلعب في الظهير بخلاف لوكاس فاسكيز، إيدر ميليتاو وديفيد ألابا سيعود إلى الفريق قريبا. وأضاف: الأكاديمية لورين فوريتيا جاكوبو نقوم بإجراء تقييم يومي لما يمكنهم المساهمة به لنا. وشدد: حال فينيسيوس بعد التوقف لقد كان جيدا بالنسبة له. لقد اغتنم الفرصة مثل كيليان أو ميندي للقيام بعمل شاق ومكثف، وكذلك الحصول على أيام راحة. أعتقد أنهم استمتعوا بها. مشاعري هي مشاعر شخصية، ثم سيكون القاضي هو الميدان اليوم. وأكد الفريق بشكل عام أحاسيس مختلفة تماما. أنا أكثر ثقة الآن مما كنت عليه قبل شهر. يمكننا تقديم نسخة أفضل مما كان عليه في الآونة الأخيرة. هناك لحظة مهمة في الموسم القادم. لدينا منافسون أقوياء للغاية في دوري الأبطال والدوري الإسباني، وقد وصلنا بمشاعر جيدة. نشر كارفاخال لاعب ريال مدريد منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة الانستغرام علق فيه على عمليته الجراحية بالرباط الصليبي. لقد مر أسبوع بالفعل على العملية الجراحية، مع لحظات مؤلمة وليالي طويلة ومشاعر يصعب التحكم فيها، ولكن في الوقت نفسه شعرت بأنني قوي جدا ومحبوب في كل من حولي. فهم جعلوا هذه العملية أكثر لطافة. ومن المقرر أن يغيب كارفاخال عن صفوف ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لفترة طويلة تمتد من 8 إلى 10 أشهر حسب درجة تعافيه من الإصابة اللعينة. ومن المقرر أن يعود اللاعب صاحب 32 عاما في الوقت المناسب للموسم المقبل، ولكن الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة. وقد بدأت عملية إعادة التأهيل بطيئة في هذه المرحلة، مع التركيز على التورم والتعافي بعد الجراحة.